ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ايه هو المونتاج واساسياته، وده اول فيديو في كورس رحلتك لاحتراف المونتاج. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده يلا نبدا الفيديو. المونتاج هو عمليه تعديل وترتيب الفيديوهات عشان تحكي قصه معينه او توصل رساله، والمرحله دي هي المرحله اللي بيتم فيها تحويل الفيديو من ماده خام لمنتج نهائي. اولا مونتاج الافلام السينمائيه، ثانيا مونتاج الاعلانات، ثالثا مونتاج فيديوهات السوشيال ميديا، والنوع ده هو من اهم انواع المونتاج المنتشره حاليا. المونتاج بيحدد تجربة المشاهد، وممكن من خلال المونتاج انك تخلي المحتوى احترافي جدا لو انت منتجت بشكل احترافي، وممكن ان انت تخلي الفيديو ممل جدا لو انت منتجت بعشوائية. وعشان تقدر انك تنتج فيديو يكون احترافي لازم ان الفيديو ده يعدي بشوية مراحل. اول مرحلة الاعداد والتخطيط. قبل ما تبدأ مونتاج لازم تكون عارف ايه هي النتيجة النهائية اللي انت عايز توصل لها، وايه هو الجمهور المستهدف اللي هيشوف الفيديوهات، وكمان ايه هي الرسالة اللي انت عايز توصلها من خلال المونتاج. تاني مرحلة التغذية البصرية، والمرحلة دي هي من اهم المراحل اللي انت ممكن تعدي بيها، بالذات لو انت لسه مبتدئ، لان المرحلة دي هي اللي هتديك افكار اصلا عشان تحطها في الفيديو. ولو انت لسه في بداياتك في المونتاج ومش عارف ازاي تمنتج، لو شفت حاجة وعايز تعمل زيها لكن انت مش عارف، ممكن ان انت تدور على اليوتيوب، ولما تلاقي الفيديو حاول انك تطبق وتعمل اللي بيتقال في الفيديو، ومع الوقت هتلاقي ان مستواك بيتطور في المونتاج. ثالث مرحلة جمع الميديا، والمرحلة دي هي المرحلة اللي انت بتجمع فيها الفيديوهات، سواء كانت البي رولز او الصوتيات، والصوتيات هي الموسيقى او الساوند افكتس. وفي المرحلة دي حاول انك تنظم الفولدرات عشان تقدر انك تستخدمها على طول، ومتقعدش تدور على كل فيديو او كل لاير انت عايز تحطها عندك في التايم لاين. رابع مرحلة ترتيب اللقطات، وفي المرحلة دي انت بتبدأ ان انت تقطع وتعدل اللقطات وتحطها جنب بعض بشكل منطقي وسردي عشان تخلي المشاهد يكمل الفيديو للآخر. خامس مرحلة إضافة المؤثرات واللمسات النهائية، والمرحلة دي هي أهم مرحلة ممكن تعدي بيها عشان تنتج فيديو احترافي، لأنك في المرحلة دي بتضيف التكست والبي رولز والساوند افكتس والموسيقى لو انت بتستخدم موسيقى، ويفضل ان انت بتستخدم موسيقى حلال، والموسيقى الحلال دي هنتكلم عنها في فيديوهات جاية. وكمان هتضيف المؤثرات البصرية، ولازم ان انت تهتم بالمرحلة دي عشان تطلع في الاخر منتج احترافي. سادس مرحلة التصدير، والمرحلة دي هي من افضل المراحل بالنسبة لي وبالنسبة لاي فيديو اديتور تاني، لانك في المرحلة دي كل اللي انت بتعمله انك بتظبط السيتنجز وبتدوس اكسبورت وتسيب اللابتوب او الموبايل يولعوا لوحدهم. لو انت لسه مبتدئ وعايز حاجه بسيطه تساعدك في المونتاج، ممكن ان انت تستخدم برنامج كاب كات، وده التوب حرفيا للمبتدئين، لانه في حاجات هتساعدك ان انت تمنتج الفيديو بشكل سهل وبسيط، وتقدر كمان انك تطلع نتيجه احترافيه. لو انت عايز حاجه تكون اكتر احترافيه، ممكن ان انت تستخدم برنامج دافينشي ريزولف او حتى برنامج ادوبي بريمير. تقدر انك تمنتج على الموبايل، لكن لو يفضل لو انت عندك لابتوب انك تستخدمه، لكن لو مش معاك ميزانيه انك تشتري لابتوب، او حتى مش عندك لابتوب، عادي جدا انك تمنتج على الموبايل. وبكده انت تكون جاهز عشان تبدأ رحلتك في احتراف المونتاج. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.